أيها السيدات والسادة، نعرض على حضراتكم الآن لقطات جديدة للضربات التي توجهها القوة الجوية البطلة على المجاميع الإرهابية في محافظة الأنبار. تظهر هذه اللقطات مدى الضربات الجوية التي توجهها القوة الجوية العراقية البطلة. والآن مشاهدينا إليكم نص البيان الصادر عن وزارة الدفاع. قام سلاح طيران الجيش البطل بتنفيذ عدة مهام قتالية واستطلاعية نوعية لإسناد القطاعات البرية في قاطع عمليات الأنبار والقواطع الأخرى المجاورة لها، والتي تقدم الدعم والإسناد لتنظيمات داعش والقاعدة الإرهابية في المناطق الغربية. مشاهدينا، وتظهر الصور التالية بعض هذه الطلعات البطولية لحصد رؤوس الشر، وتظهر الصورة الأولى استهداف واستمكان وضرب رتل لتعزيزات داعش والقاعدة قادم من الحدود الغربية باتجاه منطقة الجزيرة في محافظة الأنبار، وتم استهدافه بدقة متناهية، وكما مبين في هذه الصور التي تشاهدونها الآن تفجير الأحزمة الناسفة التي كان يرتديها الإرهابيون في الرتل وكيفية انفجارها بعد قتلهم. والصورة الثانية أيضا تظهر استمكان واستهداف وضرب موقع في سلسلة جبال حمرين في ناحية العظيم الذي كان يستغل من قبل التنظيمات الإرهابية لتخزين وتجميع الأسلحة والأشخاص لغرض تعزيز خلاياهم المنتحرة ضمن قاطع قيادة عمليات الأنبار. تحيا سيد صورة. مشاهدينا الكرام، نعيد على حضراتكم قراءة نص البيان الصادر من وزارة الدفاع.